انيا، يلا بينا النهارده نعمل كبده بس على طريقتي. كبده بقري مقطعه شرايح، سمنه او ممكن تستخدموا زيت، فنجان خل. الخل هنا كتير شويه علشان الخل الكوري ضعيف حبه فانا بزود شويه. وتتبيله الكبده جايباها معايا من مصر، ثوم مفروم وفلفل حار مجمد، ممكن تستخدموا العادي فريش. اول حاجه هنزل بمعلقه سمنه كبيره او زيت حسب ما انتوا حابين. بسم الله. على ما تسخن السمنه هعمل التتبيله، هنزل بالثوم المفروم بسم الله، والخل بسم الله، وتتبيله الكبده بسم الله، ومعلقه زيت صغيره بسم الله، وهقلب الكلام ده كله مع بعض بسم الله. هاخد حبه من التتبيله بسم الله. بصوا حبه مش كتير علشان هنستخدمهم كمان شويه. هنزل بباقي التتبيله على الكبده بسم الله، وهقلبها كويس جدا بسم الله. ممكن تقطعوا الكبده بالحجم اللي انتوا حابينه، انا بحبها ما تكونش رفيعه قوي ولا تخينه قوي في الحجم ده. كده شكل الكبده في التتبيله. التتبيله انا خدتها على جنب، هنزل بيها اول حاجه بسم الله. ريحه جنن ما شاء الله. هنزل بالكبده بسم الله، ومش هاجي جنبها خالص، انا بس ههزها حاجه بسيطه كده لحد ما تدخل في السوا بسم الله. قلبها بالراحه بسم الله، هي ما بتاخدش اساسا وقت على النار كتير. وهنزل بالفلفل الحار بسم الله، وهقلب بالراحه جدا بسم الله. ريحتها تجنن يا جماعه، هعيط. فكرتني بكبده ماما. ده بعشق الكبده اساسا، حرفيا من اكلاتي المفضله. شكلها عامل ازاي تبارك الرحمن، ريحتها تجنن. بصوا شكلها عامل ازاي تبارك الرحمن، ريحتها حرفيا تجنن. يلا جرب بسم الله. هعيط والله، طلع حلوه. سخنت عيش، ما ينفعش كبده من غير عيش. بسم الله. ده العيش المتوفر عندي، فاحنا هناخد بقى حته كده وايه بسم الله. ناخد حبه من الكبده، شايفين الجمال. ونزود حبه ليمون بسم الله، ونلف كده كده كده. بسم الله. يا لهوي، لحظه ارقص من الفرح. حرفيا طعمها يجنن تبارك الرحمن، زي بتاعه ماما بس برضو بتاعه ماما احلى. جربوها بالطريقه ديت هتعجبكم جدا. وانيا.